السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، رجعنا لكم فيديو جديد. الموضوع ديال هذا الفيديو هذا هو بداية الجهوزية ديال أزواج الحسون، كيفاش تعاملت معهم قبل الجهوزية. حيت كما كتعرفوا كاملين هاد الأزواج ديال الحسون اللي عندي كاملين تقريبا دخلوا ليا في غيار الريش الخاطئ بسبب الصدمة ولا الخلعة كما كنقولوا، فبهذا تعطل موسم الانتاج واحد شويه. ولكن ديما كنقولها لكم، راه اي خطا يوقع باقيين حنا في البدايه ديال موسم الانتاج. يعني دابا اللي قوى كاع راه غيكون فرخ عش واحد، وكاين اللي غادي يكون في البدايه ديال التجهيز للعش الثاني. اذا الاخوان ديما كنقول لكم، راه اي خطا يوقع لك في موسم الانتاج خصوصا في البدايه ديال موسم الانتاج فراه ماشي مشكل. انا كما شفتوا كاملين الازواج ديال الحسون، كاين اللي كان عنده البيض، كاين اللي كان جامع العش، من بعد ما طيحوا الريش مشى كلشي. يعني كتعاود بحال كديماري ازيرو، ماشي الموسم فاتك وانما كتعطل بواحد الشهر على موسم الانتاج. اذا كيفاش انا تعاملت مع هاد الزوج ولا هاد الازواج ديال الحسون فاش طيحوا لي الريش وبديت معاهم تجهيز ازيرو. اذا الاخوان بالنسبه للازواج اللي طيحوا الريش تعاملت معهم كانهم في مرحله غيار الريش، يعني الدوش، الشميس، البيض مسلوق. بالنسبه للخلطه ديال الحبوب انا كنعطيها على مدار السنه. تراب النمل، تراب رمل البحر كيبقى حتى هو على طول السنه عندهم في القفص. بالنسبه للخضر كنعطي مره الخس مره الخيار، هادو هما اللي كنعطي الاغلبيه. والبروكلي حتى هو فيه لي فيتامين والمعادن بزاف وكينفعهم بزاف. يعني الا طحتي في هذا المشكل ديال غيار الريش المفاجئ بسبب الصدمه او لا طاح لك القفص ولا اي حاجه، فما عليك غير تتعامل مع الطيور ديالك كانهم في غيار الريش. فالحمد لله كما كتشوفوا هذا الزوج ديال الحسون اللي قدامكم في الفيديو كان طيح الريش لدرجه انه تقريبا كاين الجنح اللي ما بقاش فيه الريش نهائيا، يعني كاع دوك الريشات الكبار طيحوهم. ودابا الحمد لله راهم ريكوبيراو الريش ديالهم، ماشي 100% وانما واحد 80% تقريبا. وبهذا الاخوان اللي بغيت نقول لكم، ما تفقدش الامل. حط قدامك واحد الهدف، بغيتي تنتج الحسون تقاتل عليه. وقعتي في اي مشكل كما بغى يكون كاين عنده الحل. تدارك الموقف، واخا ولو انك تخرج من زوج الحسون غير عش واحد ولا جوج في العام كاقل تقدير فراه مزيانه. والحمد لله دابا الاغلبيه ديال الاخوه اللي راهم كيتواصلوا معايا، فكاين اللي راه انتج، كاين اللي راه يلاه في البدايه الطيور ديالو بدات كتجمع ليه في العش، كاين اللي عندهم البيض. الحمد لله يعني الموسم الاغلبيه ديال الاخوه غادي عندهم الموسم مزيان. بالنسبه لهذه المرحله هذه اللي دخلت فيها دابا انايا، فانا بديت التجهيز. وكما كتشوفوا كاملين في هذا الفيديو هذا، فالذكر يعني تقريبا جاهز، بدا كيغرد، رجع للتغريد ديالو العادي. كي يجري مورا الانثى كما كتشوفوا باقا شويه معطله. ولكن كما سبق لي قلت لكم من قبل، الا كان الذكر بان لك جاهز فطلقوا مع الانثى، واخا تكون الانثى باقا ما جاهزاش. بالنسبه لهاد الانثى هذه اللي معها الذكر، فهي اللي كنتو شفتوها في العش ديالها مع البيض ديالها. ولكن من بعد ما طيحات الريش يعني مشى البيض مشى كلشي، يعني دابا بحال غنعاود نجهزها من جديد. الذكر الاخوان تيساعد بزاف الانثى في الجهوزيه. فكما كتشوفوا في الفيديو، ها هو الذكر جاهز، الانثى باقا ما جاهزاش، مع ذلك انا طالقوا معاها. علاش؟ الذكر الاخوان غتلاحظوا في الفيديو شحال من مره كيمشي للعش وكيبقى يدير واحد الصوت، والانثى فاش كتسمعوا كيدير داك الصوت كتبعوا للعش، بحال كيحفزها على البناء ديال العش وعلى التزاوج. ولهذا الاخوان الذكر كنت عازله على الانثى، وهي يعني كنخدم معها خدمه بوحدها. الذكر فاش قرب يكمل الريش ديال الجناح ديالو، عطيته واحد الاسبوعين ديال ميلودي الكانطو بمعدل 3 المرات في الاسبوع. لاحظت ان التغريد ديالو زاد، لاحظت بانه ولا كيغرد على الانثى فاش كنوريها ليه. اذا الذكر عندي جهز. فبهذا الاخوان طلقتو مع الانثى وخليتو معها
وهو غادي يساعدني باش يجهز الانثى. النظام الغذائي اللي غادي معاهم دابا لحد الان بجوج: كاين البيض 3 المرات في الاسبوع، البروكلي ولا الخيار ولا الخس 2 المرات في الاسبوع، الخلطه ديال الحبوب المتنوعه فيها جميع انواع الحبوب، ورمل البحر ديما في القفص. بالنسبه للدوش والتشميس فانا حبستو عليهم في هذه الوقيته هذه، حيت من الاحسن انك ما تحركش القفص من بلاصتو ديال زوج الحسون. اذا ملي وصلتي لهاد المرحله هذه فمن الاحسن خلي القفص في بلاصتو وما تبقاش ديما داخل عند الزوج ديال الحسون. تحاول تخليهم كالم باش هكا يتزوجوا على خاطرهم، حيت ديك كثره الدخول والخروج كتبرزطهم. تقدر الانثى واخا تكون جاهزه ما تبنيش ليك العش، والذكر يقدر يكون جاهز ولكن ما يلقحش لك الانثى، وبهذا غتكون خسرتي موسم الانتاج. حيت الحسون من اكثر الطيور اللي تتقلب ديما على الراحه ديالها، حيت الا لاحظتوا حتى في البريه الحسون ديما تيبني الاعشاش ديالو في اماكن اللي بعيده على البشر. قليل فين كتلقاه بانيه مثلا وسط شي مجمع سكني ولا شي حاجه، الاغلبيه كيبنيه بعيد على البشر. وبهذا الاخوان ما بقى لي غير نقول لكم النهايه ديال الفيديو هنايا. غبرت عليكم واحد شويه في رمضان، كانت عندي شي خدمه هي اللي خلاتني انني غبرت، ولكن الحمد لله دابا انا رجعت. اللي صيفط لي شي ميساج وما جاوبتوش عليه راني غندخل دابا غنجاوب على جميع الميساجات سواء في الانستغرام ولا في الصفحه. اللي عمره ما تواصل معنا وبغى يتواصل معايا، ها الصفحه ديال الفيسبوك والانستغرام غنخليهم لكم في الوصف. وبهذا ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.